كلمة نوبات كهرباء أو نوبات صرع دي مش تشخيص، دي بداية الطريق للتشخيص. كل طفل مصاب بالصرع يستحق فرصة أفضل. الأول لازم نعرف النوبات اللي بتيجي للطفل دي هل هي نوبات كهرباء ولا دي حاجة من متشابهات الصرع، وده بنعرفه بشكل النوبات. عشان كده دايما بنطلب من الأهل إن هم يجيبوا لنا فيديوهات لشكل النوبات اللي بتيجي لأطفالهم، كل النوبات اللي بتيجي سواء حاجة بتجيلهم هم صاحيين أو هم نايمين، علشان نعرف هل دي الأول نوبات من أصل كهربي أو من أصل صرعي جاية من المخ ولا لأ، ونعرف ده صرع جزئي ولا صرع كلي، ودي بداية التشخيص. بعد ما نتأكد إن النوبات دي أصلها كهرباء طالعة من المخ، نبدأ إن احنا نفكر هل النوبات دي نوبات جزئية يعني طالعة من الناحية اليمين أو طالعة من الناحية الشمال، ولا نوبات كلية. لو النوبات دي نوبات جزئية نبدأ إن احنا نفكر إزاي ندور على البؤرة دي. أول حاجة بنعملها إن احنا بنعمل رسم مخ بالفيديو، نخلي الطفل يتشنج على الجهاز. لما الطفل بيتشنج على الجهاز بنشوف السيميولوجي بتاعت النوبة بالظبط شكلها عامل ازاي، والكهرباء بتاعت المخ طالعة منين بالظبط. بعد كده بنعمل رنين بروتوكول صرع، ده رنين عالي الدقة بيساعدنا ان احنا ندور على البؤر الطفيفة اللي ممكن تكون عاملة اصابات زي الفوكال كورتيكال ديسبليزيا. بعد ما نكمل كل التقييمات الفريق الطبي كله بيجتمع ويبدأ ان هو يحط خطة جراحية. الخطة الجراحية دي لازم تكون خطة آمنة وفي نفس الوقت فعالة. جراحات الصرع بتكون آمنة جدا وفعالة جدا، خصوصا لو اتعملت بدري، لأنها مش بس بتقلل حدوث النوبات، ده بتقلل فرص دخول الطفل للمستشفى، وتسمح بنمو عقلي متطور للطفل بعيدا عن المضاعفات والآثار الجانبية اللي بتحصل نتيجة الأدوية. كل طفل مصاب بالصرع يستحق فرصة أفضل. عشان كده احنا في عيادة القيعي بنحاول ندور على الحلول الشافية لكل طفل وجراحات صرع آمنة عشان نوصل بالطفل لبر الأمان.